سنة 1945 في مدينة هيروشيما اليابانية كان في مهندس اسمه توسومو ياماغوتشي رايح شغله عادي، يوم روتيني جدا لحد ما الساعة جت 8 و15 دقيقة الصبح، وفجأة نور أبيض غريب، حرارة مش طبيعية، وصوت انفجار بيهز الدنيا. دي كانت أول قنبلة نووية في التاريخ. الراجل انصاب وجسمه اتحرق بس نجا، وبعد يومين بالظبط قرر يرجع مدينته الأصلية ناجازاكي. قال خلاص الحرب قربت تخلص وانا بقى محتاج ارجع بيتي. ولما وصل هناك وراح المستشفى وبدأ يتعافى، وبعدها في اليوم الثالث الساعة 11 ودقيقتين الصبح حصل انفجار تاني، القنبلة النووية التانية في ناجازاكي، والراجل نيجي تاني. تخيل نفس الشخص نيجي من قنبلتين في 3 أيام. العلماء وقتها قالوا مستحيل، بس لما درسوا حالته اكتشفوا حاجة غريبة جدا، ان جسمه بدأ يتكيف مع الاشعاع. خلايا جسمه بدأت تشتغل بطريقة مختلفة كأنها بتحاول تحمي نفسها، وده فتح باب لفهم جديد عن قدرة الجسم البشري على الترميم الذاتي، وعن حاجة اسمها آليات إصلاح الحمض النووي. توسوتومو عاش بعد الحرب، وده اسم الراجل، واتكلم عن تجربته وكان بيقول انا مش بطل، بس انا مجرد شاهد على اللي حصل، ولازم العالم يتعلم. انا عامل حلقة كاملة عن قصة هيروشيما، خش اتفرج عليها هتعجبك.